كان أحد مصادرنا حاضر الاجتماع أنه في إيران في مكتب خامنئي اتخذ القرار بقتلك يعني. وكان حاضر الدكتور أحمد الشلبي معهم. فقال الخامنئي بالحرف الواحد: حاولنا إقصاء الشهواني سياسيا لم نتمكن، وحاولنا تصفيته بالعراق كانت صعبة، فأطلب تصفيته خارج العراق سواء في عمان أو في أي مكان آخر يتواجد فيه. هل يعقل أن تكون شخصية عراقية حاضرة في مكتب خامنئي وتتخذ قرار بقتل مدير المخابرات العراقي؟ أحمد الشلبي هو عميل إيراني معروف. هذا رأيك؟ رأيي. عندك إثبات؟ بس كحقيقة هو أيضا لديه ميليشيات ومتعاون مع قوات القدس الإيرانية، ويحضر اجتماعات دورية إلى إيران، وهو حتى من يسافر إلى خارج العراق يذهب عن طريق إيران يعني. طيب ولكن كلمة عميل إيراني كلمة كبيرة يعني، هذه كلمة قد تسبب بالكثير. أنا لست الوحيد الذي يقول هذا، فجنرال أوديرنو والسفير الأمريكي في بغداد قال نفس الشيء قبل حوالي أسبوع، أنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية.